بعد غيبة لفترة طويلة قررت إن أنا أرجع في حلقة يكون سؤالها بيدور في بالي على طول الفترة اللي فاتت. إن هو لو إحنا عندنا حلم كبير أو حلم عايزين نحققه، والحلم ده ممكن يكون كبير جدا غير إن هو ياخد فترة كبيرة، وتحس إن أنت في نص الحلم ده يا إما ضيعت أو تهت أو حسيت إن أنت مش في مكانك أصلا. فتعمل إيه لو حلمك ضاع؟ ده سؤال النهاردة، وهي دي حلقة النهاردة من دفتر العراف. الأحلام ما هي إلا وسيلة إن إحنا بنعبر بيها عن نفسنا والحاجات اللي إحنا عايزين نعيشها، أو الحاجات اللي إحنا نفسنا نحققها. بس في حاجات كتيرة إحنا لما بنيجي نحققها ما بنبقاش عايزين نحققها عشان إحنا على قد ما إحنا عايزين نرضي اللي حوالينا، ومن هنا بيختلط بينا الواقع والأحلام، كل حاجة. فأنت لازم أول حاجة، أول لما تحس إن أنت بدأت إن أنت تتوه أو إن أنت تقع، تحس إن أنت لوحدك في الطريق أو حلمك بيضيع منك، لازم تفرمل. أوقات الراحة أو الفرملة بتكون أحسن بكتير من إن أنت تخش في مواويل تانية كتيرة أو في مشاكل أكتر بكتير. ممكن أنت وقتها هتحتاج إنك تفرمل إجباري. وده المثال اللي جه في دماغي، إن أنت مثلا لو نزلت الجيم، أنت لو نزلت فضلت تتمرن كل يوم أنت هتتصاب. لازم بتتمرن عدد من الأيام وترتاح يوم عشان تعمل ريكفري لجسمك، عشان لما تيجي ترجع تاني جسمك يبقى أحسن. فده نفس الفكرة مع الحلم. انت لو انت فضلت ماشي في الطريق بتاعك ما بترتاحش، ما بتشوفش انت وصلت لفين، ما بتتابعش التقدم بتاعك في الحلم بتاعك يبقى عامل ازاي، فانت صدقني هتقع. فمن هنا احنا هنتكلم عن ازاي تتعافى من فكرة ان انت لو وقعت، وازاي تعرف تدير حلمك صح. اول حاجة واول فقرة هنتكلم عنها النهاردة هو تعالى ناخد الموضوع بشكل تدريجي. اول حاجة، انت في اول 10 سنين من حياتك انت كل احلامك ان انت تعيش حياة بسيطة هادئة بتحقق كل حاجة، اللي هو تاكل تشرب تعيش الحياة الطبيعية بتاعت الطفل. بعد كده 10 سنين التانيين بيكون فيهم قلق أكتر شوية، لأن أنت بتبدأ إيه، تشوف الحياة بقى، تشوف الوظائف والمهن والحاجات اللي حواليك، وممكن تاخد حلم غيرك على أساس إن هو حلمك وأنت مش عارف. فالفكرة إن ال10 سنين اللي هم يعتبر المراهقة هم ال10 سنين اللي أنت تحس إن أنت متخبط فيهم شوية وأحلامك مش واضحة. هنيجي بقى لأكتر 10 سنين بحس إن هم كارثيين، من 20 ل30 سنة. ال10 سنين دولت اللي أنت لازم بقى تبدأ تنفذ فيهم اللي أنت اتعلمته أو اللي أنت عايز توصل له عشان توصل لحاجة. فبيجي هنا ال10 سنين دولت محدش بيعرف يدير حد فيها، أو محدش بيعرف يقولك أنت تعمل إيه، لأن هي التجربة فردية. تجربتي غير تجربتك، غير تجربة أنجح واحد في العالم، غير تجربة أكتر واحد فشل في العالم. وكل واحد ليه حياته وليه تجربته على حسب الحاجات اللي هو عاشها. فمن هنا نصيحتي ليك إن أنت ما تقارنش التجربة بتاعتك بحد، وما تفكرش إن فلان عشان وصل ونجح في سن ال10 سنين خلاص يبقى هو ده أحسن واحد في الدنيا، ومش عشان فلان تاني كان معاه بدأ من 6 صفار فهو أحسن واحد في الدنيا. فهي ملهاش علاقة. هي كل واحد بيبقى ليه فرصه في حياته وليه مميزاته، فأنت لو عرفت تستغلها صح هتعرف تنجح. اللي معاه 6 صفار ده، ما في ناس كتير معاه فلوس ما نجحتش، هو نجح عشان عقليته عرف إن هو ينجح بيها، إن هو استغل إن هو معاه فلوس فعارف يوظف الفلوس دي في حاجات تعرف تشغله. وهكذا لو انت معاك افكار تانية بتعرف تستغلها وتشتغل بيها عشان توصل لحاجة تانية. وده اللي بيحصل مع ناس كتير. انت مشكلتك ان انت بتقارن نفسك مع ناس، فبتحس ان انت ما انجزتش او ما عملتش اللي وراك، او ما وصلتش للليفل اللي انت محتاجه. هي دي الفكرة. اول حاجة لازم تعرفها ان الرحلة فردية، والتجربة هي تجربة وحيدة او تجربة بتاعتك انت، مش شبه حد. مش هتعرف تعيش شبه فلان او شبه حد، لان انت كده كده حياتك مش زي حياته. التجارب والمواقف اللي انت عشتها غير اللي هو عاشها اطلاقا. اول حاجة ما تقارنش نفسك وما تقارنش حياتك باي حد، علشان سلامتك النفسية وعشان تعرف تطلع واحدة واحدة. لو تفادينا النقطة دي هنيجي للحلم ذات نفسه. كل واحد بيحلم بالحلم اللي هو عايز يحققه، سواء الحلم ده فيه علاقة بفلوس أو بشغل أو بحياة أو بزوجة أو بأي مكان. الحلم هو عبارة عن إيه؟ فحلمك أنت لازم دايما تكتب أو تبقى عارف إيه اللي بيخليك تتحرك له. أنت النهاردة مثلا بتشتغل أو بتروح كلية معينة، فأنت إيه الدافع اللي بيخليك تدرس أو تتعلم أو تروح كل ده؟ لازم أكيد في دافع بيحركك. اكتب الدافع ده وخليه قدامك، عشان اليوم اللي هتعطل فيه يبقى الدافع قدام عينك، تعرف تقوم تاني، تعرف تتحرك تاني. والكلمة دي مش حاجة بسيطة، لأن أنت لما الدافع ده يبقى قدامك في أكتر لحظة أنت ضايع فيها أو حزين أو من أنت مش مبسوط، هتلاقي إن الدافع ده بيفكرك بكل حاجة. لأن برضو الإنسان في الوقت اللي هو بيبقى زعلان فيه أو متضايق فيه أو مضغوط فيه ما بيعرفش يفكر بشكل صحيح 100%.
عشان كده دايما بيبقى في موجهين ومنتورز وحاجات زي كده، مع انهم مش ممكن ما يبقوش احسن ناس، ما يبقوش حاجه زي كده، بس الفكره ان دي ناس بتعرف تتكلم، بتعرف تخرج اللي جواك عشان تعرف ترتبه لك عشان تعرف تمشي وتكمل. وفي ناس تقسيمات كتيره. هي دي الفكره. كل ما بتكتب الحاجات المميزه في حلمك او الحاجات اللي انت عايز تفتكرها، كل ما بتكتب اللي انت عايزه او اللي انت عايز توصل له في حلمك، كل ما هيكون دافع ليك بعدين في اكتر وقت انت ضعيف فيه، او ان انت مش قادر تكمل فيه، او ان انت تايه فيه، هيرجعك على المسار اللي انت كنت فيه. ومن هنا نيجي لتاني نقطة. لو انت انجزت في حلمك جزء، حتى لو جزء بسيط، حتى لو مشيت خطوة ناحية حلمك، فالخطوة دي كفيلة ان هي تنجحك. بس الفكرة كلها ان انت لما تطلع خطوة، ما تخافش انك ترجع خطوة تانية او ترجع حتى 3 4 خطوات. ممكن الرجعة دي تعرفك حاجة انت ما كنتش عارفها. اوقات كتيرة احنا بنتمنى حاجات في حياتنا وبنتمنى ان احنا نحقق احلام ونجيب حاجات كتيرة، بس في واقع الحال ان الحاجه دي لو كانت جات لنا في الوقت اللي احنا مش جاهزين فيه، كانت ممكن تاذينا اكتر ما هي كانت هتبقى نافعه لينا. ودي من حكمه ربنا، ان هو يمكن مش كل ضعف بيتقبل، يمكن مش كل احلام بتتحقق، يمكن مش كل حاجه انت عايز توصل لها بتوصل لها في الوقت اللي انت عايزه. لا، انت هتوصل لها في الوقت اللي انت محتاجه فعلا فيها، او ان انت جاهز فعلا لحاجه زي كده. هي دي الفكرة. ان انت تخلي بالك ان انت لو حلمك ما جاش او ما تحققش في الوقت اللي انت محدده، ده مش معناه ان انت فاشل او ان انت وحش او ان انت ما نجحتش. لا، ده معناه ان انت لسه مش جاهز كفاية ان انت تدير الحلم ده او ان انت تكون في المسؤولية دي. في ناس كتير كانت معاها فلوس كتيرة وضيعتها وفشلت وما نجحتش فيها، وما تعلموش غير بأسوأ دروس. فيمكن ربنا من رحمته بيك هو عايز يعلمك قبل ما تمسك حاجة أو قبل ما توصل لحاجة، عشان تعرف ازاي تديرها صح. ومن هنا عايز اقولك ان انت ما تيأس. مهما كانت الرحلة، مهما كان الطريق عامل ازاي، مهما كان شكل المكان عامل ازاي، اوعى تيأس، اوعى تحس ان انت ضعيف او ان انت مش هتعرف توصل، مش هتعرف تكمل. اليأس او الضعف فعلا هو ان انت تبطل تحاول او تبطل تكمل. لازم تفضل تكمل، لازم. ما هو انت هتعمل ايه؟ رد عليا. هتفضل هتقع بعد ما تقع هتفضل قاعد مش هتتحرك، يبقى انت كده فعلا فشلت. لكن انت لما تقع وترجع تعيد تاني وترجع توصل تاني، هيبقى اسهل بكتير من اول مرة. فهتعرف تنجز وقت اكتر، فتعرف توصل لحاجة جديدة، تقوم جاي واقع تاني بعد كده تطلع تعديها وهكذا. الفكرة في الموضوع ان انت مش كام مرة نجحت، انت كام مرة فشلت وعرفت تعدي الفشل ده من غير ما تقع فيه تاني. هو ده بالنسبة لي النجاح. ان انت لما تيجي تشوف اللي حوالينا، دايما الناس بتقولك دي ناس محظوظة او ناس عندها فرص او ناس لقيت بص يعني كده على طول فرصة، فاهم؟ بس الفكرة دي ان الشخص اللي وصل للفرصة اللي هي دي، هل وصلها في يوم وليلة؟ لا، ده فضل يشتغل على نفسه، فضل يحاول، فضل بيعمل حاجات كتير عشان يوصل لها. يمكن يكون هو نجح في مرة، بس في 100 مرة قبل كده كان بيحاول في حاجات تانية ما نجحش فيها، أدت إن هو يبقى عنده خبرات. ودي الفكرة اللي أنا بحاول أتكلم فيها. في ناس بتخاف إن هي تبدأ حاجة جديدة أو إن هي تشوف حاجات تانية في الحياة، مع إن ده غلط. أنت بتتعلم، وطول ما أنت بتتعلم طول ما أنت هتوصل لحاجات جديدة. فما تخافش إن أنت تجرب حاجة جديدة بمعلومات كانت عندك زمان، ممكن تفيدك في مجالات تانية. كل مجال بيسمع على بعضه مهما كان تحس إن هو بعيد، لا هو ممكن يفيدك في حاجة بسيطة بعدين. وهي دي النقطة اللي أنا حابب أتكلم فيها. ما تخافش انك تتعلم، ما تخافش انك تجرب، ما تخافش انك تحاول اصلا. لا، حاول وانجح وافشل وهكذا. وكان في مثال جه في دماغي كنت بسمعه وانا صغير، ان هو انت لو جبت حمار وجبت حصان وجبت الحمار ده وقعدت تقول له انت حصان وفضلت تشجع في الحمار ده لحد ما بص انت خليت النفسيه بتاعته توب ماكسيمم بقى خلاص، فهو الحمار ده هيتحرك وهيعمل شغل كبير جدا. بس الفكرة ان هو في ماكسيمم ليفل هو الحمار ده هيوصل له، بعد كده خلاص. مهما بقى انت فضلت تشجع فيه ومهما انت عملت ايه فهو حمار. فلازم تعرف امكانيات الحمار بتاعك ايه عشان تعرف تمشي بيه. وهي دي الفكرة، ان انت مش عايزك تضحك على نفسك. انت لو امكانياتك ان انت تعمل كذا فاعملها من غير ما تضحك على نفسك. مش لازم تبقى فاهم يعني عامل زي رايح الجيم. انت مش اول يوم هتشيل وزن 100 وترفع 20 30 40 وترفرف بارقام كبيرة. لا، عادي، ابدأ بخمسة ب10، ابدأ باتنين ونص حتى. ما تخافش انت بتبدأ بإيه، بس الفكرة ان انت تستمر في البداية دي وان انت تنجح فيها، هتلاقيك بتتطور للأحسن. وطول ما انت عارف حجمك فين ومستواك فين، او ان انت الحاجات اللي تقدر تعملها في الوقت ده بتكون احسن بكتير من ان انت تضحك على نفسك. انا بكره فكرة ان انا افضل اضحك على نفسي واقول ان انا مش عارف هعمل مليون حاجة، مش هعمل مليون حاجة. لا، ما تعملش مليون حاجة. اعمل الواحد واثنين واعمل لك الألف، بعد كده 10,000، بعد كده 100,000، بعد كده توصل للمليون. لكن ما تقوليش وانت قاعد في الواحد انا هوصل للمليون اللي هناك. لا، انت عمرك ما هتوصل للمليون طول ما انت قاعد في الواحد.
فاهم؟ انت لازم تعدي بكل الخطوات عشان توصل للمليون. هي دي الفكره كلها، ان احنا ساعات بنحط لنفسنا طموح وحاجات كبيره جدا في حلمنا ان احنا عايزين نوصل لها، وهي كبيره، انت مش هتعرف توصل لها في يوم وليله. ده حتى الناس اللي وصلت لها بتقول لك انا قد ايه عانيت وقد ايه سهرت وقد ايه تعبت، مهما كان شكل المعاناه بتاعهم يمكن بالنسبه لك مش هو المعاناه الكبيره. بس لا، حاول دايما تشوف الخطوات الصغيره اللي انت عملتها ونجحت فيها وتمام، بعد كده تشوف اللي بعدها. من هنا بقى هتبدأ فعلا تنجح وتحس بتطور وتحس بفرق. لكن طول ما انت بتبص على الهدف اللي في آخر الطريق، انت عمرك ما هتوصل، ولا عمرك حتى هتنجح في حياتك، مش هتعرف تكمل. ان انت بني آدم، انت فاهم، ليك طاقة. الطاقة دي وقت ما تخلص فانت خلاص شطبت يا عالمي، انت خلاص انتهيت. فانت لازم تعرف امتى طاقتك دي هتخلص، فامتى تفضل تهدى وتشحن، وامتى تعرف تكمل اكتر وتدوس على نفسك. اهم حاجه تبقى عارف امكانياتك فين، وعارف انت عايز توصل لايه، واهدافك للحلم ده ايه، عشان في يوم من الايام لو نسيت الهدف بتاعك فاعرف ان حلمك ضاع. لان الهدف هو اللي بيشجعنا في الوقت اللي احنا محتاجين فيه ناس تشجعنا، او وقت احنا عايزين فيه ان احنا تايهين، الهدف هيفكرنا احنا ليه بنعمل كل ده. ودي كانت حلقه النهارده من دفتر العراف، كان معاكم فارس الطراب.